هنعمل مع بعض النهاردة كحك العيد. هنعمل الكحك بتاعنا النهاردة كحك بالملبن، وهعرفك كل التركات اللي يطلع معاكي دايب، مش لما تمسكي الكحكاية كده تلاقيها فرطت منك، لا، في فرق لما يكون بيفرط وفي فرق لما يكون دايب. يلا بينا نبدأ في المقادير. عندي هنا كيلو من الدقيق لجميع الاستعمالات، وهقولك ليه انا مستخدمة هنا حلة ستيل. هنفضي كده كيلو الدقيق في الحلة وهننزل بكل المكونات الجافة. عندي هنا معلقتين كبار من سكر البودر، سكر عادي هتضربيه في الكبة يبقى معاكي سكر بودر، هتاخدي منه معلقتين. عندي هنا معلقة كبيرة تحويجة كحك وعليهم نص معلقة بيكنج باودر، وعندي هنا كوباية مية عادية مش دافية ولا أي حاجة، كوباية مية من الحنفية، عليهم نص معلقة خميرة ومعلقة سكر صغيرة، يبقى نص معلقة خميرة صغيرة ومعلقة سكر صغير. وقلبي بقى كل المكونات الجافة دي مع بعض، وهنسيب كده كوباية الخميرة تختمر على جنب لحد ما نقلب المكونات بتاعتنا ونكمل باقي الخطوات. هفتح كده فتحة كده في الدقيق وهنزل فيهم بمعلقتين سمسم كبار، سمسم يكون مش متحمص. لو هتعملي الكحك على البارد يبقى السمسم يكون متحمص، لو هتعمليه على الساخن لا، ما تحمصيش السمسم. هننزل بقى بنص كيلو سمنة بلدي، ممكن تستخدمي طبعا اي نوع سمنة تاني، بس هتلاقي فرق كبير بين طبعا السمنة البلدي واي نوع سمنة تاني. نزلنا كده بنص كيلو سمنة 500 جرام على المكونات بتاعتنا، هنقلب. انا هنا بقى ليه استخدمت الحلة الستيل؟ طبعا عشان لو استخدمت اي بولة من البولات البلاستيك مع سخونية السمنة دي الله اعلم ممكن بقى تسيح، ممكن يحصل اي حاجة، فللضمان خليكي اشتغلي بقى في حلة. انا بفضل الستيل، انت ممكن تستخدمي اي حاجة تانية. هنبس بقى العجينة كده كويس، بس قبل ما تحطي ايدك في العجين خلي بالك ان السمنة بتكون سخنة جدا. انا هنا مسخناها لدرجة ما قدحتش معايا، انت لو عايزة تقدحيها تقدري تقدحيها، بس طبعا الكحك بتاعك هيكون حامي قوي، فانت خليكي في الوسط، سخنيها بس ما تسخنيش لدرجة انها تتقدح منك، عشان هيبقى صعب، ده هتحسي ان هو حامي عليكي بعد ما تاكليه. اقعدي بقى بسي كده لحد ما العجينة تبقى طرية في ايدك. هتاخد الخطوة دي معاكي كده وقت، بس هي دي اللي بتخلي الكحكاية دايبة، هي دي التركة الاولى اللي انا بقولكوا عليها. الفرق بين تكون الكحكاية بتفرط وفرق بين تكون الكحكاية دايبة، البس ده هو اللي يخلي الكحكاية بتاعتك دايبة. خلاص احنا كده خلصنا بس العجين، وشايفين طراوتها. عندنا بقى هنا كوباية المية اللي بالخميرة هننزل بيها على العجين بتاعنا. انت بقى يا ست الكل عايزة الكحكاية بتاعتك زي ما هي كده دايبة وناعمة ويعني وخطيرة، ما تضيفيش ربع كوباية اللبن اللي انا ضفتها دي. عايزاها ماسكة نفسها كده بحيث ان انت تغطسيها كده في كوباية الشاي بلبن اول يوم العيد، حطي ربع كوباية اللبن دي. انا عن نفسي زودت ربع كوباية اللبن دي عشان بحب الكحكاية زي ما قلت لكم كده تكون ماسكة نفسها شوية، لكن الربع كوباية اللبن دي مش هتفرق في طراوة الكحكاية خالص. كده كده الكحكاية معانا دايما بسبب بس العجين اللي احنا بسيناه في الاول. هنلم بقى كل العجين كده، هتكون معايا بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حتة عجينة طرية ولا هي مشققة ولا هي ناشفة مني، بالعكس كل المكونات مظبوطة بالملي. هجرب كده بقى واحدة معاكم، هلفها كده واشوف، ما شاء الله ولا مشققة ولا اي حاجة، والرسمة باينة فيها، بصمة الكحك معلمة فيها تمام. هنبدأ بقى نحشي، هنغطي العجينة بتاعتنا عشان ما تنشفش مننا، ونطلع حتة حتة ونبدأ نشتغل. انا قلت ان احنا هنحشيها ملبن، يلا بينا نجهز الملبن بتاعنا. ده ملبن سادة اللي بنحشي بيه الكحك، هنزل عليه معلقة سمنة بلدي، معلقة واحدة بس تكون معلقة ممسوحة مش كبيرة، وعليهم معلقتين سمسم، وهبدأ اعجنهم كده بايدي لحد ما يكونوا معايا حتة ملبن كده طرية مش ناشفة. انا هنا ليه زودت معلقة سمنة؟ علشان لو حطينا الملبن زي ما هو كده هينشف مننا في الفرن، السوائل بتاعته هتروح منه وحتة الملبن هتنشف جوه الكحكاية، فلازم معلقة السمنة دي ضروري. وما تكتريش برضو عن معلقة واحدة عشان الملبن ما يلزقش منك ومتعرفيش تحشي بيه. في الخطوة دي برضو تقدري تضيفي المكسرات، لو حابة تضيفي مثلا عين جمل، حابة تضيفي بندق، تقدري تضيفيه في الخطوة دي. معلقة السمنة والمكسرات، وطبعا عايزة تشيلي السمسم بتشيليه، عايزة تضيفيه برضو مع المكسرات بتضيفيه، وتقلبيهم كويس وتبدأي تحشي. حشيت واحدة معاكم هنا اهو برضو،
بناخد حتة ملبن كده صغيرة ما بنكترش عشان ما يخرجش بره الكحكاية. خلاص هبدأ ارص بقى الصينية. في الخطوة دي انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 200. لازم يكون درجة الحرارة عالية عشان الملبن أي كحك بنعمله محشي لازم تكون درجة حرارة 200. السادة بنسويه على درجة حرارة 180، لكن المحشي بنسويه على درجة حرارة 200. الفرن محقق درجة الحرارة، هدخله. أول ما يحمر من تحت، لو ما خدش لون معاكي من فوق شغلي الشواية لمدة دقيقة واحدة هتلاقي خد لون من فوق. لو فرنك بيحمر من فوق وتحت فخلاص تمام قوي. أول ما يتحمر من تحت شيل الصينية. اتمنى الوصفة النهاردة تكون عجبتكم. طبقي كل الخطوات وامشي على المقادير مظبوط وبس العجين كويس واعملي بسمنة بلدي يفضل، وهيطلع معاكي احلى كحكاية. وكل سنة وانت طيبة. ما تنسيش بقى تدعميني بلايك وكومنت كده حلو زيك. لو بتشوفيني على اليوتيوب ما تنسيش السبسكرايب، ولو بتشوفيني على الفيسبوك ما تنسيش تعملي لي الفولو. كانت معاكم نرمين سعد، والسلام عليكم ورحمة الله.